ايوه زي ما بقول لكم كده بالظبط، هنعمل حاجه تحفه جامده جدا بقشر البطيخ. هنجيب بقى القشر ده مش هنرميه، هنستفاد بيه استفاده حلوه جدا. هنشيل الاحمر منه حلو، وهنشيل برضو الطبقه الخضراء دي زي ما احنا شايفين كده. هنشيل الطبقتين وهنسيب بس الطبقه البيضه كده زي ما احنا شايفين. وطبعا كل ما هنشيل الاحمر كمان اكتر كل ما هيكون افضل معانا وتطلع نتيجه افضل. هنجيب بقى الطبقة البيضة دي وهنبدأ نقطعها كده سلايز رفيعة كده زي ما واضح قدامنا. ما تقلقوش ده مش اكل فراخ، بجد هنعمل بيه حاجة تحفة. وبعدين كده ناخد الكمية كلها زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنبدأ بقى ناخد الشرايح الرفيعة دي ونبدأ نقطعها مكعبات صغننة جدا جدا كده بالظبط زي ما يكون بتقطعي اكل للفراخ بالظبط كده. هنعمل بيها والله حاجة تحفة، وهتوفر معاكي حلو جدا، وخاصة للناس اللي بتحب تعمل حلويات كتير وبتحب تزوق حلوياتها. هنحط عليها مية، نحطها على النار ونسيبها على نار هادية لحد ما تلاقي لونها اتغير كده من اللون الاخضر ده للون الفاتح. تلاقي لونها فتح كده وبقت طرية شوية معانا. تمام. لو لسه فيها مية اوكي هنحط عليها كوباية سكر، لو مفيهاش مية هنزود مية. حط كوباية سكر ونص عصير ليمونة او ذرة ملح ليمون ومعلقة صغيرة من العسل او عسل جلوكوز. نحطه على النار تاني لحد ما يتقل كده ويشرب المية بتاعته زي ما احنا شايفين كده. وبعدين نرش عليه بقى رشة فانيليا ونبدأ بقى نوزعه في الأطباق بتاعتنا، ونبدأ نحط عليه ألوان صناعية زي ما احنا شايفين. تحطي بقى الألوان اللي تعجبك، وممكن من غير ألوان خالص، ممكن هو كده بس من غير ألوان لو حابة تعمليه من غير ألوان. كده طلع معانا الفواكه المسكرة بتاعت التورت والجاتوهات اللي بنزوق بيها، وممكن نحطها بديل للكريز. لو بتحبوا تزوقوا الحلويات، لو بتعملوا حلويات كتير، وخاصة لو عندكم مشروع مثلا للحلويات، بجد تحفة موفرة جدا ونظيفة ومضمونة وعارفين مصدرها ايه بالظبط. نحط بقى الالوان اللي احنا عايزينها. انا كده حطيت الاول اصفر وبعدين ده اورنج وبعدين ده احمر كده، وهنقلبهم وبعدين نوزعهم في الاطباق وندخلهم التلاجة بس علشان الالوان تمسك فيهم. وبعد كده نطلعهم ونحطهم كلهم على بعض ونشيلهم في الفريزر لو هنسيبهم لوقت طويل. ولو هنستعملهم على طول مفيش اي مشكلة، هنشيلهم في التلاجة عادي. وادي الاخضر اهو كده اهو، سبتهم بقى 4-5 ساعات في التلاجة لحد ما الوانهم تماسكت كده ونشفوا. وبعدين هنبدأ بقى نحطهم على بعض في بولة في علبة، ولو هنعمل كمية كبيرة نشيلها لوقت طويل هنحطهم في علبة تكون محكمة الغلق ونقفل عليها ونحطها في الفريزر. وقبل الاستعمال هنطلعها بدري شوية مثلا 10 دقايق يفكوا ونستعملهم على طول وبألف هنا وشفا. بجد تحفة حلوة جدا مضمونة ونضيفة وتغنيكي عن الكريز وعن اي حاجة تحبي تزوقي بيها الحلويات بتاعتك. وبس كده خلاص وباي باي.